بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معانا يا جماعة هنا تفريزات رمضان أو بالظبط بركة رمضان. 4 أصناف أحلى من بعض، معمولة بكيلو لحمة واحد. كل اللي انتوا شايفينه ده بكيلو لحمة، كيلو لحمة مفرومة مش أكتر. تعالوا نشوف هنعمل إيه في 4 وصفات في منتهى الجمال. تعالوا نشوف هنا المكونات مع بعض. عندي كيلو من اللحمة المفرومة، ربع كيلو فول صويا منقوع 10 دقايق ومغسول ومتصفي، عندي دهون دوش وبوش انا فرماهم، وعندي 5 بصلات مضروبين في الكبة على جنب. اول حاجة بعملها، اول خطوة واهم خطوة، هي ان انا بخلط فول الصويا كويس جدا على اللحمة، بخليهم الاتنين يمتزجوا كويس جدا. دي اول خطوة بعملها قبل اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بيبقى شكله بالشكل ده. بعد كده ببتدي اقسمهم على عدد الوصفات اللي انا هعملها. انتي براحتك الكميات اللي هتقسميها براحتك. انا هنا قسمت الكمية كلها على 4 لان هعمل 4 اصناف. اول صنف هنعمله مع بعض باذن الله هو البرجر. هنعمل برجر مع بعض يا جماعة. انا عامله له البهارات بتاعته اهوت على ايدي، وحاطه كاتشب ومستردة وبضايه على الكميه بتاعتي. دي بهارات البرجر والبضايه. وبعدين هحط المعلقه من المستردة، تديله طعم جميل جدا. يعني لو جربتي التتبيله دي والله ولا تتبيله المصانع احلى كمان من الجاهز. ومعلقه من الكاتشب وبهارات البرجر. ان شاء الله نبقى نعمل حلقة للبهارات كلها ان شاء الله مع بعض. معلقة فلفل اسود ومعلقة من الملح. انا عايزة بقى الخليط ده يطحن في الكبة كويس جدا، لان البرجر محتاجة انه يبقى ناعم. بطحنه في الكبة حلو قوي عشان اعرف اشكله كويس في المكبس بتاعه. انا كده هنا بطحنه في الكبة ورجعت لكم تاني. كمية طلعت معايا حلوة جدا. هنبتدي نحطها في الطبق واطلعها عشان اشكلها معاكم. انا طبعا ما عنديش مكبس برجر يا جماعة، سامحوني، فبشكل في غطا بلاستيك طلع في منتهى الجمال والسمك بتاعه حلو جدا. هشكل اهو معاكم على ورق البلاستيك. الف واحدة واحدة واحطها في الطبق الكمية اللي انت عايزاها، بس تحطيهم في بلاستيك بحيث ان هما ما يلزقوش على بعض طبعا. بس وصفة البرجر دي يعني مش قادرة اقول لكم والله الريحة عاملة ازاي بجمالها بالتوابل اللي فيها، في منتهى الجمال. هتخسري كتير لو ما جربتيهاش والله، هتعجبكم جدا جدا. والولاد انتوا عارفين بيحبوه قوي، ما بيبطلوش برجر في البيت. تاني وصفة عندنا هنا وصفة الحواوشي. هعمل الكمية التانية حواوشي. طبعا هناخد نصيب الاسد من البصل للحواوشي، لانكم كلكم عارفين ان الحواوشي بياخد بصل كتير. انا حاطاه في الكبه، مش هطحنه ناعم ولا حاجه، انا بس هديله ضربتين في الكبه يمتزج شويه. وهحط كميه من الدهون المفرومه دي عليه لان الحواوشي برضو بيحتاج دهون. وهنا انا عامله برضو بهارات الحواوشي على ايدي، عامله كل حاجه في البيت، يعني انا ما بجيبش حاجه من بره خالص. عندي هنا فلفل وملح. ادي خلطه الحواوشي كلها جاهزه. هديها ضربتين في الكبه، مش متواصل، متقطع كده، ضربتين متقاطعين. كمية طلعت معايا اللهم بارك. انا قسمتها 2، قسمت الكمية دي على طبقين لان الكمية طالعة كبيرة جدا. كمية توفير في منتهى الجمال والله. اهيت الكمية قدامكم. تالت وصفة هي وصفة الكفتة الحاتي. بحط حوالي بصلاية صغيرة، يعني بصلاية متوسطة من كمية البصل اللي موجودة عندي. وبحط دهون الدوش والبوش اللي انا فرماها. وبحط نص كوبايه ورق بقدونس، معلقه صغيره دبس فلفل حلو بتدي للكفته تسكيره كده وطعم في منتهى الجمال، وبهارات كفته. وعندي معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح صغيره. ببتدي بقى اخلط الخليط ده كويس جدا بايديا قبل ما احطه في الكبه، لان برضو الكفته انا عايزاها ناعمه، عايزه الكفته برضو ناعمه. نعمتها هنا هنعمها واحط بضايه واحده بس على المقدار.
ببتدي اضربها في الكبة برضو كويس جدا، وعايزاها ناعمة كويس عشان اعرف اشكلها. ادي الاربع اصناف عندنا هنا. ده العصاج ان شاء الله هنعمله في فيديو لوحده، وهنعرف نعمل العصاج الموفر. ومعايا هنا البرجر والكفتة متشكلة، ومعايا وصفة الحواوشي. كل سنة وانتم طيبين، وبعود الايام في رمضان ان شاء الله. وإذا عجبكم الفيديو ادوني لايك وشير وسبسكرايب للقناة. تحياتي ليكم.